السلام عليكم ورحمة الله. استخدام آيات من القرآن في المزاح، يعني الاستهزاء بالآيات؟ لا، الاستهزاء بالآيات هذا حكمه معروف، وليس فيكم ولا منكم من يفعله والحمد لله. لكن موضوعنا هو عن ذكر آية في سياق المزاح وخفة الدم. طب أعطينا مثال. حاضر. تقول لصاحبك أريد أن أراك، فيقول لك طيب تعال الثلاثاء. الثلاثاء بعيد، فيجيبك إنكم ترونه بعيدا ونراه قريبا، على سبيل المزح يعني، وهذه آية. زميلك اسمه يحيى، تريد أن تناوله كتابا جامعيا، فتقول له مازحا يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وهي آية. مش لهذه الدرجة يا رجل، انتظروا قليلا حتى تروا أنه ليس كلامي ولا اجتهادي الشخصي. وإذا أردت مثالا صارخا أوضح فسأقص عليك حدثا رآه أخونا الحبيب الفاضل الدكتور جمال الباشا، وكان سببا في تأليف كتاب عن الموضوع. الدكتور جمال كان مدعوا على مائدة الإفطار في ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك، والحضور عامتهم من حملة القرآن. صاحب البيت نسي الخبز، فماذا كان؟ وأنا أستغفر الله مما سأرويه وأنبه السامعين ألا يضحكوا، فوالله إنه لكلام يدعو للبكاء لا للضحك. قال أحد الحاضرين ما لي لا أرى الخبز أم كان من الغائبين؟ فقال صاحب البيت سآتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. وفي كلام كل منهما تقليد لآيات في سورة النمل. ومزح ثالث بمزحة لا أستطيع ذكرها لشدة سوءها، وهو لا يرى في ذلك شيئا، وكلهم يضحكون ومعظمهم من حملة القرآن. أتعلمون يا إخواني، سترون أن من يفعل ذلك يجازف بدينه، يعرض نفسه للكفر وهو لا يشعر. قال الله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لسه والله هذا الكلام أخطر مما نزلت الآية من أجله. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. المصيبة أن هذا المزاح الآثم منتشر بين الملتزمين أكثر من غيرهم. الواحد فيهم يتورع عن التنكيت بالنكات الفاحشة أو التي فيها كذب، ويريد أن يخفف دمه ويضحك المستمعين. فبماذا يخفف دمه؟ بذكر الآيات في المزاح. لا والله، لا والله، لأن تمزح بمزاح فيه بداءة وفحش وكذب أقل شرا وإثما من هذا المزاح الذي تستخدم فيه الآيات. وطبعا في كل سوء وشر، لكن المزاح بالآيات قد يوقعك في الكفر وأنت لا تشعر. هذا طبعا غير المزح اللي في ذكر الملائكة كما سنبين إن شاء الله. ولو اطلعتم على الأقوال التي ينقلها الدكتور جمال الباشا في كتابه لعلمتم أن من فقهاء الإسلام وعلمائه المعتبرين من يقول بخروج أصحاب مثل هذا المزاح من الملة. القرآن علشان تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، مش علشان تنكت وتمزح به. ويا ريت كل من يسمعنا يهتم بنشر هذه الكلمة أو المفاهيم التي جاءت فيها، وأنت تحتسب أنك تعظم دين الله في نفوس الناس وتريد إيقاف هذه المهزلة. لعل الله يستعملنا في القضاء على هذه الظاهرة، ولا تدري والله ممكن تكون مساهمتك في هذا سبب دخولك الجنة ورضوان الله عليك إلى الأبد. في الحديث الصحيح قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة. معقول؟ أنا عظمت هذا الأمر في نفوس الناس بالحديث عنه في مجلس من المجالس، فيرضى الله عني لأجل هذا إلى يوم ألقاه عشان كلمتين حكيتهم؟ نعم معقول. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا رؤية وجهه الكريم، لأننا نعظم كلامه في نفوس الناس. احتسبوا هذه النية لديكم يا كرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.